اهلا بيكم في تجربه قياده جديده على كونتاكت كارز. النهارده معانا عربيه جديده هي السوبارو اكس في اللي بتنتمي لفئه العربيات الكروس اوفر. اول حاجه بتخطر لبالك لما تسمع اسم سوبارو هو سباقات الراليات WRC، محركات البوكسر، واول ويل درايف او انظمه اول ويل درايف سيمتريكال. كل الحاجات دي هنتكلم عليها واحنا بنجرب سوبارو اكس في. اول حاجه هنتكلم فيها على سوبارو اكس في هو التصميم الامامي للعربيه. سوبارو من الشركات اللي دايما او عاده ما بتغيرش بشكل كبير جدا في الديزاين او التصميم الخارجي للعربيه، بتراعي دايما الخطوط معينه خاصه بيها وخاصه بالديزاين العربيه، بحيث ان انت مجرد ما بتشوف العربيه تعرف ان دي سوبارو. اول حاجه هنتكلم عليها هو التصميم الامامي للعربيه اللي حصل فيه تغيرات خفيفه عن الجيل اللي قبله. يعني شكل الفوانيس اتغير شويه، الفوانيس الاماميه فول ليد فيها اضواء نهاريه. بعد كده هنبص هنلاقي فيها شبكه المميزه بتاعت سوبارو الاماميه، الاكسدامات الاماميه عاليه شويه، فيها فوج لايت. بعد كده هننتقل للجزء الجانبي للعربيه، حجم المرايه كويس ومناسب. العربيه مدعمه بجنوط مقاس 17 عشان تقدر تدي للعربيه ثبات على الطريق وترفع من ارتفاع العربيه او تعلي من ارتفاع البادي بتاع العربيه عن الارض، عشان العربيه دي يمكن تنفع تستخدمها داخل المدينه وفي الطرق الغير ممهده. ده يمكن مجمل التصميم الامامي والجانبي للعربيه. هنتنقل للتصميم الخلفي. التصميم الخلفي العربيه هو بسيط سيمبل. تصميم الفوانيس يمكن متغير بشكل كبير عن الجيل اللي قبله، لكن في المجمل هو تصميم مختلف سواء داخلي للعربيه اللي هنتكلم عليه بعد كده او الخارجي للعربيه. خلينا نتنقل بعد كده نتكلم على مقصورة القيادة ونشوف التصميم بتاعها ايه التغيرات اللي حصلت عليه عن الجيل السابق. نيجي نتكلم على مساحة شنطة سوبارو اكس في او مساحة صندوق الامتعة اللي هي بتوصل ل 380 لتر. هي مساحة كويسة، مش منافسة في فئاتها، في فئاتها مساحات أكبر من كده، بس هي مناسبة. بعد كده هنلاقي تحت جانت السبير والتولز اللي بتستخدمها في فك العجل. لو حبيت تضاعف مساحة الشنطة الخلفية بتقدر تستغني عن الكنبة اللي ورا. لو تنيت الظهر تقدر تضاعف مساحة الشنطة وتقدر تحط فيها الأمتعة اللي أنت محتاجها. دي كانت مجمل للمساحة أو السعة اللي بتستوعبها شنطة سوبارو اكس في. نيجي نتكلم على الكنبه الخلفيه والمساحه اللي بتسمح بيها العربيه من ورا. اولا فتحه الباب او فتحه دخول الباب هي مناسبه وكبيره، حجمها مش صغير، ما بيضايقش الناس وهي داخله، او واحد حجمه كبير ما بيضايقوش وهو داخل من فتحه الباب. تاني حاجه لما تقعد، المسافه اللي ما بينك وبين ظهر الكرسي، ما بين رجلك وبين ظهر الكرسي، هي مسافه كويسه، يعني حوالي ممكن بتوصل ل 10 او 12 سم. ارتفاع السقف عن الهيد او الراس ارتفاع كويس، يعني هتلاقي اللي قاعد ورا في الكنبه الخلفيه قاعد مستريح. يمكن عشان النفق الفتيس اللي في النص دوت يمكن هيضايق شويه اللي هيقعد في النص، بس لو فردين قاعدين ورا او ثلاثه هيبقوا قاعدين مستريحين. لكن بالنسبه لنفق الفتيس ده هو يمكن بيدي بس بيضايق اللي قاعد في النص شويه. لكن في المجمل هي المساحه كويسه جدا للناس اللي تبقى قاعده ورا. يمكن سوبارو غيرت بشكل كبير جدا التصميم الداخلي لمقصورة القيادة عن الجيل السابق للعربية. تحس بقى فيه خطوط يعني حادة شوية، مديها إحساس بالرياضية، متناسقة قوي مع أداء العربية. في تطريز جلد على الجلد اللي معمول على التابلو ده يمكن مدي شكل ومدي إحساس بالرياضية داخل العربية. فكده الحفر اللي موجود في البيبان، الميتاليك اللي موجود في الأوكر، الى جانب الزراير اللي بتتحكم فيها في الازاز وفتح وغلق الابواب والتحكم في المرايات، دي كلها موجوده في الباب الخاص بالسائق. بعد كده هنيجي نتنقل لانظمه الفيتشرز الموجوده في العربيه. في شاشه بتوسط كونسول العربيه 8 بوصه، دي موجود فيها ممكن تتحكم في الراديو، ممكن تتحكم في النافيجيشن بتاع العربيه، بتجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها. في الزياده في شاشه ثانويه ثانيه اعلى من الشاشه دي بتجيب لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها عن اداء العربيه.
الكروز كنترول بيجيب لك ديزاين خاص بنظام التعليق العربيه، حسب لو انت ماشي بالعربيه مرتفع او في منحدر بيجيب لك سبوت كده على ماينس وموجب حسب اتجاه العربيه سواء نازله او طالعه. وبيجيب لك برضو توزيع القوى على الاربع عجلات. الطاره متعدده الاستخدامات، فيها كروز كنترول، فيها كل التحكم اللي انت محتاجه في الشاشه، والشاشه طبعا تاتش. ده يمكن الفيتشر الموجوده في العربيه او اغلب العربيات عاده. الزياده عن كده يمكن في انظمه تكنولوجي جديده بتدعم بيها سوبارو عربياتها، هي الكاميرتين اللي موجودين فوق او الاي سايد. الكاميرتين دول مهمين جدا، يمكن مش متوفرين في عربيات كتيره من نفس الفئه. وظيفه الكاميرتين دول اول حاجه دي من انظمه المساعده على القياده اللي بتتوفر دايما في العربيات اللي فئاتها عاليه او العربيات اللاكجري، دايما ما بتبقاش متوفره في العربيات اللي زي فئه سوبارو اكس في. الكاميرتين دول بيقوموا بدور زي بالظبط السواق او مقارب لدور السواق، اللي هو لو انت مثلا فجأة عربية وقفت قدامك، تلقائي العربية دي بتدي اوامر للفرامل ان هي تبتدي تفرمل وتديك الارم بيظهر قدامك على شاشة التابلو. تاني حاجة لو في جسم او اي حد بيعدي قدامك بسرعة قدام العربية بتدي نفس الالارم وبتدي العربية اوردر للفرامل ان هي تقف. كل الانظمه دي اسمها انظمه مساعده على القياده. دي تكنولوجيا جديده ابتدت تدعم بيها العربيات الحديثه، ودي متوفره حاليا في سوبارو اكس في. الى جانب لو انت الحاجات التانية، يعني يمكن الانظمه المهمه جدا او الدور اللي بتقوم بيه الكاميرات اللي في متوسط العربيه، اللاين اللي انت بتبقى ماشي عليه او الحاره اللي انت بتبقى ماشي عليها في الطريق. مجرد ما بتخرج من الحاره ديت او مثلا سرحت والدركسيون مال بيك وابتديت تقرب من الخط، بيبتدي يديك الارم اللي انت قربت من الخط وابتدت العربيه تتجاوز الخطوط الخاصه بالحاره المروريه، وبتنبهك تبقى ماشي في الحاره المروريه الخاصه بيك. دي كلها انظمه مساعده على القياده بتساعدك فعلا وبتديك احساس ان انت العربيه في تواصل ما بينك وما بين العربيه. يعني دايما اللي سايق العربيه الاكس في السوبارو في تناسق وفي تناغم دايما وفي اتصال ما بينها وبين السائق. ده بالنسبه للانظمه المساعده. هنتنقل بعد كده نتكلم على انظمه الامان والسيفتي اللي موجوده في العربيه. سوبارو اكس في بتوفر انظمه امان وسيفتي عاليه جدا، بدايه من الاير باجز. هي بتوفر 9 اير باجز داخل العربيه، بتغلف العربيه كلها باير باجز للسائق والراكب والركاب اللي قاعدين في الكنبه الخلفيه. الى جانب انظمه الفرامل ABS EBD ESC. كل الانظمه اللي بتقدر تساعدك وبتحافظ على امانك داخل العربيه موجوده في سوبارو اكس في. الى جانب تراكشن كنترول، هيل اسيست، يعني في بريك اسيست طبعا. في عندنا زرار تاني اكس مود. زرار الاكس مود دوت لو انت تستخدم العربيه اوف رود بتبتدي تدوس على زرار الاكس مود دوت، بيبتدي يتعامل مع كل عجله من العجلات على حده. بالنسبه لقعده الكرسي، قعده كراسي مريحه جدا. يمكن السباقات اللي بتاخدها او الراليات اللي بتاخدها السوبارو اللي هي مثل زي سباق WRC بتخلي الخبرات اللي بتنقلها للعربيات اللي بتستخدمها داخل المدينه، زي قوه تحمل الكراسي واداء الكرسي والديناميكيه اللي موجوده في الكرسي، بيديك راحه اللي انت تقدر تسوق لمسافات طويله جدا. سوبارو اكس في فيها موتور 4 سلندر بنزين 1600 سي سي. الموتور دوت بيولد 114 حصان وعزم بيوصل ل 150 نيوتن متر. كل ده متصل بفتيس CVT متطور. سوبارو اكس في بتعتمد على محرك اسمه بوكسر. المحرك دوت من المحركات المتميزه واللي بتتميز بيها ماركه سوبارو او براند سوبارو في موديلاتها. المحرك دوت مختلف في ادائه عن بقيه المحركات الثانيه. طريقه عمل البيستن بتاعه، طريقه عمل البيستن في المحركات اللي احنا نعرفها هو الاثنين فوق واثنين تحت بيطلعوا وينزلوا بطريقه متبادله، او المحركات الفي اللي هي بتبقى محركات البساتم طالعه ونازله على شكل في، واخده الشكل بتاع الفي. لكن محرك البوكسنج دوت الوضع
فيه مختلف شويه، او محرك البوكسر ده الوضع فيه مختلف شويه. هو بيشتغل يمين وشمال، وبتدينا عدد اقل من الاهتزازات داخل المحرك، الى جانب بتدي ثبات على الطريق وثبات على نقطه الثبات بتاعتها ونقطه الاتزان بتاعتها عاليه جدا في الملفات. من ضمن برضو التكنولوجي المدعمه بها سوبارو اكس في في الكروز كنترول، او التقنيه اللي احنا من ضمن تقنياتها اللي هي اي سايت. انت لما بتيجي تحدد كروز كنترول او بتحدد سرعه معينه انت بتبقى عايز تمشي عليها على الطريق، ممكن كمان تحدد المسافه اللي ما بينك وبين العربيه اللي قصادك، بتحاول تقللها او تزودها زي ما انت عايز، بحيث ان هي تاخد المسار بتاع العربيه اللي قصادك على الطريق. والوقت ما تهدي العربيه بتهدي كمان انت عربيتك معاها، وقت ما بترجع تاني لسرعتها بتاخد السرعه بتاعتها بس في الليميت اللي انت محدده لها. وفي جزئيه برضو عايزين نتكلم عليها بالنسبه لقطع الغيار، يمكن دي اللي بتهم ناس كتير في العربيات سوبارو. العمر الافتراضي لقطع الغيار الموجوده او اللي متزوده بيها موتور او محركات سوبارو يمكن اعلى شويه في العمر الافتراضي بتاعها، وده يمكن بنلاحظه في سير الكاتينا. سير الكاتينا اللي اعرفه يمكن سالت فيه الوكيل في ابو غالي ان هو مدى الحياه ما بيتغيرش. بوجيهات بتاعت العربيه لحد 100,000 كيلو، ده رقم يمكن كبير جدا بالنسبه للعربيات اللي في نفس الفئه. كل الحاجات دي او كل القطع الغيار دي طبعا مقابل السعر، فانت لو قارنتها بقطع غيار بتتغير كل 30 او كل 40,000، يعني انت هتغير في كل 4 مرات او 3 مرات في عربيات تانية، بالنسبه لدي هي مره واحده. فالقيمه مقابل السعر دوت دي حاجه بتتميز بيها السوبارو. الكماليات والاوبشن والفيتشر اللي انت بتاخدها وانظمه السيفتي والامان اللي انت بتاخدها في عربيه سوبارو اكس في جيده بالنسبه للسعر. ده بالنسبه للناس اللي بتحب تقتني عربيات لفترات طويله وبتسوقها لفترات طويله وما بتقعدش تغير كل شويه. سوبارو بتتوفر في السوق المصري من 3 فئات، اول فئه ب 430، ثاني فئه ب 485، والفئه الاعلى اللي هي اللاكجري اللي احنا بنجربها دلوقتي اللي هي ب 509. كده انتهت تجربتنا لسوبارو اكس في. اتكلمنا على اداء العربيه والموتور والفتيس بتاع العربيه وانظمه الامان والسيفتي وكمان التكنولوجي اللي مدعمه بيها سوبارو اكس في. اتمنى يكون الفيديو افادكم واستفدتوا منه. منتظرين تعليقاتكم على اداء العربيه، واستنونا في فيديوهات تست درايف قادمه ان شاء الله على كونتاكت كارز.